أهلا بكم في قناة أخوكم محيي خطاب. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أسباب النجاح في الحياة. أولا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب النجاح في الحياة. للتعرف على أسباب النجاح في الحياة لابد من معرفة أسباب الفشل أولا لتفادي الوقوع فيه. أولا أسباب الفشل في الحياة: 1. الاهتمام الزائد بالعمل. قد ينسى الإنسان نفسه في دوامة عمله مما يؤدي إلى فقدانه القدرة على التركيز في العمل، وبالتالي الكسل والملل. تاني سبب الاستسلام للفشل. إذا استسلم الإنسان لتجربة فاشلة وأحبط فلن ينجح أبدا، ورب عثرة لم توقعك تقويك. ثالث سبب التفكير بشكل سلبي. لايك وشير وصلي على البشير النذير يا حبيبي. لا تستمع إلى ما يدور بذهنك بأنك لن تنجح وأنك فاشل، وابتعد عن التشاؤم وتفاءل وثق بنفسك. رابع سبب المحيط الاجتماعي للإنسان. إن الأسرة والمحيط الاجتماعي للإنسان لها تأثير كبير في فشل الإنسان وفي نجاحه في الحياة. خامس سبب اللي هو التدين. إن ضعف الإيمان عند الفرد قد يؤدي به إلى سلوك طريق تؤدي به إلى الفشل التام في الحياة، ولذلك حاول أن تكون على علاقة طيبة بربك. لايك وشير وصلي على البشير النذير يا حبيبي. السبب السادس تقويم النفس والذات. حاول أن تنسى عيوبك وأن تصلحها وعدم الوقوع فيها مرة أخرى. ومن هنا تنتهي أسباب الفشل في الحياة. ومن معرفتنا بأسباب الفشل في الحياة وتفادي الوقوع فيها سنتعرف على أسباب النجاح. ومن أسباب النجاح الآتي: لايك وشير وصلي على البشير النذير يا حبيبي. 1. الثقة بالله والتوكل عليه. إن الإيمان بربك والتوكل عليه وإيمانك بالقضاء والقدر وأن كل شيء من عند ربك، وأن تثق أن ما اختاره ربك لك هو الخير لك، وما عليك إلا أداء عملك على أكمل وجه، وأنت تريد وأنا أريد وربك يفعل ما يريد. 2. التعامل بإيجابية مع التجارب الفاشلة. 3. الدراسة والتخطيط لكل عمل تقوم به. إن دراستك وتخطيطك لكل عمل تقوم به من أهم مقومات النجاح، والتفكير الإيجابي يعين الإنسان على النجاح ويوفقه في حياته. وبهذا نكون قد تعرفنا على أسباب النجاح في الحياة من معرفتنا بأسباب الفشل، واللبيب من يتعلم من أخطائه. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل والإعجاب بالقناة.